ليه اللعيبة بتخاف من الحل الصح؟ عنوان مباراة مصر والكويت: القرارات الخاطئة. تعال نشوف ازاي. ده قرار غلط من محمد شريف لما الكرة تتلعب له بالعرض في المكان اللي يحبه أي مهاجم، بس هو بدل ما يخش بدماغه يلعب الكورة أو حتى يلعبها برجله في اتجاه المرمى، لا بيشتتها كأنه مدافع. ودي لعبة كمان ليحيى زكريا، اللعبة اتفتحت له لوحدها والزاوية بقت أوضح بكتير، لكن هو قرر إن هو يلعب بالعرض. وادي قرار غلط كمان من اسلام عيسى، عنده المساحة وعنده المسافة إن هو يمشي بالكورة أو ممكن يلعب لزمايله، لكن هو قرر التسديد. ودي لقطه لمصطفى ميسي بتبين ان هو ما عندوش شجاعه انه ياخد القرار بعد ما لم وعمل الصعب ورقص وعدى، لا بيلعب بالعرض في وقت ان ما فيش حد ضاغط عليه، كان ممكن يخش لجوه او يلعب بالعرض لزميله، ويا ريته كمان لعبها صح. وخلي بالك دي أزمة ثقة مش أزمة مهارة، واللعيب اللي عايز يكسب بيبقى عنده شجاعة القرار. علشان تختار التمرير في وقت التسديد فأنت بتضيع هدف. وادي كورة ميدو جابر أكبر دليل، عدى بمهارته بس القرار هنا اتأخر فيه، بدل ما يلعب بالعرض فضل ماشي بالكورة. حتى القرارات في الحالة الدفاعية كانت غلط ومش محتاجة مدير فني. يعني انت في اللعبة دي 9 من لاعيبة مصر منهم حارس بيطلع يمسك الكرة بإيده قصاد 5 بس من لاعيبة الكويت، وبرضه واقفين غلط. يعني مين يقول ان اسلام عيسى اقصر لاعب في البطولة هيمسك في الحالة الدفاعية دي؟ انت بقى قول لي ايه اللي انت كنت شايفه غلط تاني تم من اللعيبة او من المدرب في الملعب.